خلونا نسمع الكلام هذا الطيب. نهاية المقطع بعلق عليه. مرض الإيدز انتشر في دول يعني صراحة بطريقة سريعة. أغلب الناس لما تقول له مرض الإيدز يقول لك علاقات محرمة. نعم علاقات محرمة، ولكن في أسباب ثانية. ترى فيه صالونات التجميل، الأوبر، الأدوات، وفي كثير قصص وتكلمت عنها أنا من قبل. الحلاق، الشباب، موس الحلاقة هذا ممكن ينقل لك المرض وانت ما تدري. بعض المطاعم للأسف اللي ما يخافون من الله، يعني في أخبار تقول إنه يضرب إبرة في سندويش البرجر. تخيل، هذا يجي ياكل المسكين ما يدري. فاللي يسافرون للدول برا انتبهوا، خلكم حذرين قد ما تقدر. الآن ألمانيا طلعوا جهاز يكشف للشخص إذا فيه مرض الإيدز أو لا، لأن مرض الإيدز ترى في ناس تعايشون معاه 5 سنوات وأكثر. سأل الله السلامة، دعواتكم. سمعتوا كلامه هذا الطيب؟ هذا الكلام كلام نظري وليس علمي. باكر بيقول لكم مصافح، المخاشب، المعانق ينقل الايدز. لا، ما ممكن، هاي نظري، لكن علمي لا. موضوع الموس هذا ما ينقل، لانه تغير الشفره ويغير الموس. يمكن الوباء الكبدي، ما اقول لكم لا. كذلك الادوات، ايش يقصد؟ ادوات طبيه او الادوات المنزليه او ادوات اخرى. الفيروس اذا خرج في الهواء طلق مات. كذلك هذه الاشياء كلها تعقم. تكلم عن موضوع البرجر، وهذا سالفه اخرى. هذا ذكرت بسالفه دخول مليون شمام الى الخليج محقونه بالايدز. يا اخوان هذا ما ممكن يتفاعل. كذلك احد الاطباء يقول الاستشاريين هذا الفيروس لو دخل المعده قتلت المعده. فاين المشكله؟ فما نخوف الناس. نعم العلاقات المحرمه اكثر انتشارا واكثر نقلا، ومنتشر في كل دول العالم. موضوع الفحص الطوعي هو يمكن ما يرد، هذا الفحص الطوعي السري 5 دقائق موجود في كل دول الخليج. 5 دقائق الكومبو البي 24. بارك الله فيكم، وارجو الرجوع لاهل الاختصاص في هذه المواضيع. شكرا لكم.